السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تحياتي لكم جميعا يا شباب. أخباركم ايه النهاردة؟ يا رب تكونوا دايما بألف خير. مش عايز أسمع صياح. أنا عارف إن انتوا اتفاجئتوا إن احنا علينا امتحان أورال في المستشفى. تمام، نبدأ على طول بقى في الشغل عشان ما نعطلش وقتنا. النهاردة محاضرتنا عن السكشن، شرحناها قبل كده وهنراجعها النهاردة. والمراجعة دي هتبقى شاملة كل النقط، مش هنسيب ولا نقطة. هنتكلم النهاردة عن 6 حاجات أساسية في السكشن. أولا عندنا في السكشن في سايت مهمة. أول حاجة قول لندى تقطع ايديها. ايه علاقة دي بقى بالمحاضرة بتاعت النهاردة؟ كده احنا بنهزر. لا يا جماعة، قول لندى تقطع ايديها. دي اختصار السايت بتاعت السكشن بتاع النهاردة. عندنا في الابر ريسبيراتوري عندنا يا اما اورال يا اما نازو، يا اما هعمل تشفيط من الفم يا اما من الانف. وفي اللور ريسبيراتوري يا اما هعمل تشفيط من التراكوستومي او من الاندوتراكيال. تمام. بعد كده لو احنا حبينا نعرفها ايه هي السكشن. السكشن عندنا يا جماعة هو بيقولك ايه؟ aspiration of secretion بكاسيتر، يعني شفط الافرازات اللي هي السكريشن. تمام. عن طريق قسطرة متصلة بالجهاز الشفط الحائط او المحمول. تمام. بعد كده خلاص هناخد بقى البربوس اوف سكشن. ايه هو الغرض من السكشن؟ فين البربوس؟ اهي، purpose of suction. اول حاجه معانا عايزين مينتين اورال هيجين. يعني ايه مينتين اورال هيجين؟ نظافه الفم والحفاظ على نظافه الفم. تاني حاجه معانا ان هو بروموت بيشنت كومفورت، الحفاظ على راحه المريض. يبقى معانا اول حاجه في البيربز بتاعه السكشن ان انا احافظ على من اورال هيجين والبروموت بيشنت كومفورت. يعني هو لازم يكون مرتاح وكمان لازم يكون فمه نظيف دايما. تاني حاجة معانا لازم اشيل السكريشن. ما انا اكيد انا مش بعمل سكشن عشان اتفرج على البيشنت، لا، لازم اشيل السكريشن اللي عند البيشنت. كمان عشان ايه؟ عشان اخلي الاير واي بتاعته اوبن، مفتوحة. تمام. آه بعد كده رقم 3 هنعمل، احنا قلنا خلاص remove secretion. رقم 3 لازم نعمل facilitable اللي هو بتاع الفنتيليشن اور لازم اللي هو open airway. لازم اسهل التهوية وافتح مجرى التنفس. يعني انت عايز تقول دي او دي، هتقول facilitable ventilation اللي هو تسهيل التهوية، او open airway لو انت مش عارف تقول facilitable ventilation. تمام. بعد كده هنبدأ نخش في رقم 4. رقم 4 بقولك سيبك من اللي هو كاتبه ده. قول give secretion، تحصل على الإفرازات. طب أنا هحصل على الإفرازات، أنا كده كده بعمل لها سكشن تشفيط. بعد ما أحصل عليها عشان أعمل بقى diagnostic purpose، أعمل بيها تحاليل. تمام، اللي هو أعمل بقى أغراض تشخيصية. تمام. بعد كده to prevent infection that result from occlusion of secretion. يعني ايه الكلام ده؟ معناها يعني يا جماعة، لا لسه في الأول حاجة prevent infection. يعني ايه prevent infection؟ منع العدوى. تمام. امنع العدوى ازاي؟ امنع العدوى عن طريق ان انا result ما خليش ان في accumulated اللي هي accumulation دي، اللي هي يبقى في تراكمات من السكريشن. فالتراكمات اللي هي الاكيوموليتد دي تعمل لي انفكشن. تمام. بعد كده هناخد الانديكيشن اللي هي دواعي الاستعمال. حابب افكركم بدواعي الاستعمال على السريعة. اول حاجة انا ليه بعمل سكشن؟ اول حاجة معاك يا جماعة عشان نقول سكشن وهو مريض عايز يتعمل له سكشن، هو inadequate cough and inability to mobilize secretion. يعني ايه؟ بقولك هو عنده مش قادر يكح في سعال غير كافي، وكمان inability to mobilize، مش قادر يخرج
الافرازات اللي هي السكريشن. تمام. تاني حاجة معانا السكريشن بتاعنا. احنا خلاص عرفنا ان هو مش قادر يكح ومش قادر يطلع الافرازات. طب يا سيدي خلاص هو طلع افرازات، نيجي نبص بقى على السكريشن، الافرازات اللي طلعها يا اما هتلقاها حاجة من اتنين: يا اما الافرازات بتاعته سك وسميكة تخينة يعني، يا اما هتلقى الافرازات بتاعته difficult. آه صعبة، اللي هي difficult في ايه؟ في الموبلايزد، صعبة في الاخراج او صعبة في الاكسبكتور اللي هو الطرد. تمام. بعد كده هنخش في رقم تلاتة. رقم تلاتة بيقول لك absent cough، غياب الكحة. يعني خلاص في مريض، احنا دواعي الاستعمال دي مش لازم، مش هتلقاها كلها في مريض واحد، دي على كذا مريض يا جماعة. في مريض الكحة بتاعته ان inadequate اللي هي غير كافية، أو inability عدم القدرة على الموبلايزد، مش قادر يخرج السكريشن بتاعه. تمام. في مريض تاني عندنا ممكن يكون السكريشن بتاعه يا إما سك، حاجة من اتنين: يا إما سك، الحاجة التانية عنده difficult، يا إما في الموبلايزد مش قادر يخرجها، أو في الإكسبكتور اللي هو الطرد. تالت حاجة تالت حاجة معانا absent cough. ده مريض مش قادر يكح، غياب الكح عنه خالص، مع ان هو المفروض يكح لان في سكريشن كاتم على المجرى التنفسي، وده على طول بنعمل تدخلات سريعة عشان نعرف ان هو البيشنت يعرف ياخد نفسه. تالت حاجة ممكن يكون في علامات سريرية، اللي هي presence of clinical signs، اللي هي علامات سريرية، وجود علامات سريرية زي الريزلتنس، وإيه زي مثلا في أصوات في البريس، في صوت في التنفس، في ديكريس في البلس، النبض بتاعه واطي، في تهيج في المجرى التنفسي اللي هو الاير واي. خامس حاجة معانا النهاردة بريزنت نيورماسكال، ايه ماشي، اللي هو فيه وجود اضطراب ديس اوردر في عصبي عضلي اللي هو ماسكولار ونيرفس، في اضطراب في الاعصاب والعضلات زي السي في اي، زي السكتة الدماغية. اني اظهر حاجة تانية ممكن تكون زي السي ان اس، اللي هي اي حالة في الجهاز العصبي المركزي، وديا بتعرض المريض لخطر خطر الاستنشاق، اللي هي الريسك فور اسبيريشن. بعد كده هناخد الكومبليكيشن بتاعتنا، ايه هي المضاعفات. ماشي رحنا فين؟ احنا خلاص خدنا الكونترا انديكيشن يا جماعة. بعد كده دي ايه؟ معلش سرحت منكو، كنت معتمد على الشرح بس. خلاص المفروض اللي على الدور الكومبليكيشن. ايه هي بقى الكومبليكيشن بتاعتنا النهاردة؟ المضاعفات بتاعتنا بتشمل في 4 نقط: يا اما هايبوكسيا، نقص الاكسجة. تاني حاجة ممكن تقول الكاردياك ديساريزم، في حاجة في الكاردياك ديساريزم اللي هو اسم اضطراب في القلب. تمام. تالت حاجة معانا بيقولك تريوما في الاير واي. تريوما دي يا جماعة يعني في حاجة في المجرى التنفسي، مش قادر يتنفس. تمام. رابع حاجة معانا في انفكشن، عدوى مكتسبة من المستشفى زي ما احنا قلنا فوق. ممكن تكون فيها علامات سريرية. العلامات السريرية دي تشمل انفكشن وتشمل حاجات كتير. بعد كده هناخد البوزيشن بتاعنا. لو انت هتعمل له تشفيط من الاورو لازم يكون سيمفيلورز، والبوزيشن بتاعه لازم الهيد بتاعه تكون تيرن تو وان سايد، يبقى يا على جنبه اليمين يا على جنبه الشمال، على حسب انت واقف فين وهتعرف تشفط ازاي. لو انت هتعمل من النازو برضه هيبقى سيمفيلورز. وسيمفيلورز دي يا جماعة اللي هي زاوية 45، اللي هي وضعية نصف الجلوس زي ما احنا شايفينها في الصورة كده. تمام. ويبقى النك بتاعته اللي هي الرقبة بتاعته تكون هاي، تبقى عالية،
اللي هي بحيث ان يكون راسه راجعة لورا. تمام. بعد كده هناخد الكونتر انديكيشن، الموانع بتاعتنا. الموانع يا جماعة أنا عارف إن هي كتيرة، إحنا هنلخصها بالظبط في 6 نقط. أول نقطة معانا بليدنج. البليدنج ده اللي هو النزيف. تمام. يا إما نزيف في الحلق أو بياخد أدوية سيولة. تاني حاجة الشفط ده ممكن يجرح المكان ويزود النزيف، فعشان كده ما بعملش شفط للمريض اللي عنده بليدنج. تمام. تاني حاجة معانا في إصابات في الراس وارتفاع في الضغط في المخ، اللي هي زي السكال فراكتشر دي، يعني كسر في قاع الجمجمة اللي هي بازل سكال فراكتشر. وفي كمان واحدة اللي هي ارتفاع في الضغط اهي. راحت فين؟ بقولك انكريس في البريشر اللي موجود في قلب السكال بتاعتنا. الشفط هنا بقى هيزود الضغط داخل الجمجمة، وده خطر، فعشان كده ما بعملهوش سكشن. تمام. تالت حاجة معانا في مشاكل عند البيشنت ده في القلب، عنده حاجة اسمها الريزميا. فين هنا؟ راحت فين؟ ما علينا يا جماعة، دلوقتي نلاقيها البيشنت عنده الريزميا. فهو بدل هو عنده الريزميا هيسيب السكشن اللي انا هعمله البيشنت ده. ضربات القلب بتاعته هتبقى بطيئة، وهتجيله لخبطة في النبض. ماشي. يبقى احنا قلنا دلوقتي لحد دلوقتي 3 مشاكل معانا. يا اما بليدنج، البيشنت عنده بليدنج، وفي الحالة دي لو هو نزيف في الحلق او بياخد ادوية سيولة، انا ما بعملوش سكشن، لان الشفط ممكن يجرح المكان ويزود النزيف. تاني حاجة معانا عنده اسكال فراكتشر، عنده اصابات في الراس، وعنده كمان ارتفاع في البريشر جوه السكال، فده الشفط هيزود الضغط داخل الجمجمة وده خطر. في مشاكل في القلب ده زي الاريزميا، هيسيب بطء في ضربات القلب ولخبطة في النبض، ده لو انا عملت سكشن. رابع حاجة معانا الهيبوكسيا يا جماعة اللي هي نقص الأكسجين. الشفط ممكن يقلل الأكسجين خصوصا لو اتعمل فترة طويلة، عشان كده بدي أكسجين قبل وبعد التشفيط، واحنا عارفين مدة التشفيط بتبقى من 10 ل15 ثانية. بعد كده رقم 5 البرونكوسبازم. يعني ايه برونكوسبازم؟ البرونكوسبازم دي يا جماعة اللي هي التشنج في الشعب الهوائية، زي المرضى الربو كده، ربنا يعافينا يا رب. رقم 6 والأخيرة تورم أو إصابة في مجرى الهواء، ممكن يسبب التورم أو الإصابة في المجرى الهواء ده يسبب إن هو يزود التورم زي الإديمة، أو يعمل تريوما اللي هو مشاكل أكبر يعني. أطلع لكم بقى المعبر عن الكلمات اللي احنا قلناها. البليدنج اهي اللي هي نزيف في الحلق، اللي هو نزيف في الحلق أو بياخد أدوية سيول. الشفط هنا ما ينفعش ليه؟ لأنه هو ممكن يجرح المكان ويزود النزيف. تاني حاجة معانا عندنا إصابات في السكال، ممكن يكون كمان تسرب في السائل النخاعي اللي هو سباينال فلويد ليك. تمام. ده برضو هيعمل لي مشاكل. وعندي كمان البريشر بتاعه فيها انكريز، اللي هو ان سكال اللي جوه السكال زيادة، ده خطر ما ينفعش اعمله، هيزود الضغط داخل الجمجمة. رقم 3 الاريزميا دي اللي هي الهيمودايناميك انستابيليتي، اللي هي عدم استقرار الدورة الدموية زي الاريزميا. هيسيب لو انا عملت سكشن بقى للمريض ده، هيسيب بطء في ضربات القلب ولخبطة في النبض. تمام. بعد كده الهايبوكسيا. ايه الهايبوكسيا دي؟ اللي هي نقص الأكسجين. كانت هنا اوريها لكم اهو. احنا قلناها في الكومبليكيشن اهي، بس احنا ما هيش مكتوبة هنا في الكونترا انديكيشن، بس احنا ممكن نضيفها عادي مع الكونترا انديكيشن. تمام.
بعد كده اللي هو البرونكوسبازم، مريض اللي هو بتاع البرونكوسبازم ده، لو هو عنده تشنج في الشعب الهوائية زي مرضى الربو، وبعد كده لو في تورم في أو إصابة في مجرى الهواء، تمام، أو عنده لوز في التيس اللي هو أسنانه ضعيفة بتتلخلخ يعني، اللي هي هنا ايه الكيولوديت نازل باسج، دي اللي هي اسمها انسداد الممرات الأنفية، أو لو هو عنده نازل بليدنج، عنده آه نزيف في الأنف، تمام. بعد أما ناخد الكونترا انديكيشن، خلاص خدنا الموانع، تمام. بعد كده خلاص ما احناش محتاجين حاجة تانية، أكيد ما هيش هتسألك في التعريف ولا هتسألك في حاجة من دي، ولو سألتك يا سيدي هي بسيطة، ارجع لمحاضرة الشرح وهتلقاني شارح التعريف. في حاجة بس عايز أخليك تركز عليها عشان ممكن بعض من الدكاترة يسألك فيها، في صفحة رقم 21 بيقولك ايه هي البيربوس فروم كير، ايه هي الغرض من الرعاية أو التنظيف. أول حاجة إن أنت منتين ميوكس ممبرين، بتحافظ على الأغشية المخاطية وبتحافظ على السكين بتاعه إن هو يجيله ممكن يجيله عدوى أو يجيله حساسية فيه. بروفايد انفكشن، بتحافظ إن هو ما يجيلوش انفكشن. وتالت حاجة معانا إن أنت بتعزز النظافة عنده، تعمله تعزيز للنظافة يعني. و prevent skin، بتحافظ على السكين من يجيله irritation and السكريشن بتاعه ما يغرقش يعني الدنيا وكده. هي مش مكتوبة عندنا هنا في البي دي اف، بس هي مكتوبة في الكتاب عشان ممكن تتسأل فيها، مكتوبة في صفحة رقم 21 من تحت، وبقيتها في صفحة رقم 22 من فوق. بعد كده خلاص خلصنا، نبدأ بقى نشرح الخطوات بتاعتنا، تمام. هناخد بالترتيب لان هو هنا في البي دي اف حاسه ان هو ملخبط شويه. انا هشرح من اللي انا كاتبه، من اللي انا محضره، وانتوا افهموه بس عشان لما تيجوا تقولوا للدكتوره او تشرحوا للدكتوره او تسمعوا، يعني على حسب كل واحد بيعمل ايه مع الدكتوره. هنيجي بقى الاورو زي النازو. اول حاجه اجهز الاكويبمنت بتاعتي، وبعدين اجهز جهاز السكشن لو هو جهاز محمول او جهاز وول اللي هو الحائط. بعد كده اجيب الكاسيتر المناسب للعمر بتاعي، واجيب جلافز وماسك. بعد كده اطمن المريض لو هو واعي، لان الشعور بيكون مزعج شويه يعني في حاجه زي دي بالذات. بعد كده ابدا اشغل الجهاز بتاعي واظبطه على الضغط المناسب، بريشر مناسب. طبعا انت هتبدا تقول بقى كلمات انجليزي كده في النص، لو انت عايزني اقولك هقولها لك دلوقتي، اعيدها تاني يعني ان شاء الله. لو انت الجهاز بتاعك وول، يبقى الضغط بتاعك من 120 ل150 مليمتر زئبقي. لو انت الجهاز بتاعك محمول، يبقى من 7 ل15 مليمتر زئبقي. بعد كده ادخل الكاسيتر بتاعتي، insert the catheter من الفم او من الانف بدون ما اعمل سكشن يا جماعه، مش هشفط وانا داخل. دي حاجه مهمه جدا، ما تعملش سكشن وانت بتدخل الكاسيتر بتاعتك. ابدا تشفيط بقى وانت بتسحب الكاسيتر اللي بره، تمام، بحركه لفه خفيفه كده. الروتيشن بتاعك يكون زي نص دايره كده. المده بتاعتك تكون زي ما احنا قلنا من 10 ل15 ثانيه بالكتير. ممكن ممكن تكرر تاني، بس اما تدي فرصة للبيشنت بتاعك ان هو يتنفس. ناخد بالنا ما تشطفش وانت داخل، ما تشطفش وانت داخل، ما تطولش جوه، وراقب الاكسجين والنبض. قبل ما تعمله سكشن اديله اكسجين، بعد ما تعمله سكشن تديله اكسجين، لان انت بتقلل الاكسجين في الايرواي بتاعته اللي جوه. بعد كده المريض بتاعك لو هو مركب انبوبة حنجرية اللي هي اندوتراكية، الاندوتراكيال دي يا جماعة ثانية هطلع لكم صورة ليها. كانت هنا ولا فوق؟ فوق، تمام. راحت فين؟ دي لا دي مش الأنبوبة الحنجرية برضو، ثانية.
ايه يا جماعة دي الاندوتراكيال. الاندوتراكيال دي يا جماعة زي ما احنا شايفين كده بتختلف من بيشنت للتاني. كل بيشنت انت بتنقي الاندوتراكيال الحجم بتاعها او السايز بتاعها على حسب البيشنت اللي قدامك. تمام. اول حاجة بتدي هايبر اوكسجينيشن. يعني ايه؟ بتديله اكسجين بتركيز عالي جدا، بتديله اكسجين 100% قبل الشفط. 100% يكون واخد اكسجين 100% كامل. بعد كده تبدأ تدخل الكاسيتر من الاندوتراكيال بتاعتنا. تمام. بعد ما تحس، اول ما تحس بمقاومة كده خفيفة، او ان انت حسيت ان الطول ده خلاص مناسب، ان انت وصلت المكان اللي هيبقى فيه سكريشن، ابدأ وقف بقى. بعدين اسحب 1 سنتي كده لفوق، يعني رجعها 1 سنتي لفوق عشان ما تجرحش حاجة تحت. بعد كده ابدأ الشفط وانت طالع، وزائد حركة اللف اللي احنا قلناها. الروتيشن بتاعك يكون خفيف كده ونص دايرة. مدة الشفط برضو بتاعتنا من 10 ل15 ثانية، وهتديله أكسجين تاني بعد الشفط 100% برضو. تمام. ده بالنسبة للاندوتراكيال. ده بالنسبة للاندوتراكيال، مش هتعمل له حاجة تانية. بعد كده بقى التراكوستومي. هي دي التراكوستومي صح؟ ايوه دي التراكوستومي. هي بالظبط زيها زي الاي تي تي. تمام. هتدخل الكاسيتر في فتحة التراكية دي. تمام. وتبدأ لحد ما توصل لعمق مناسب. اول ما تدخلش بعنف يا جماعه، محدش يدخل البتاع بعنف. زي ما انتوا شايفين فتحه كده اكيد قدامها جدار، فانت بندخلها بالراحه عشان بحيث ان هي ايه تدلدل وتنزل كده مره واحده. تمام. تعمل شفط برضو اثناء السحب، زائد اللفه اللي هي نص دايره دي. والمده بتاعتنا بتبقى من 10 ل15 ثانيه. تمام خلاص. نرجع تاني للأورو. انت بتعمل تشفيط من الأورو دلوقتي. اول ما تطلع، مش انت بتعمل من 10 ل15 ثانية، وبتعمل كذا مرة، مش تشفيط مرة واحدة، بتعمل كذا مرة. فاول ما تطلع الكاسيتر بتاعك في ايدك كده، هيبقى فيه كوب جنبك فيه محلول ملح. تبدأ ان انت تحط الكاسيتر فيه، تشفط شوية محلول ملح. بعدين ترجع تعمل سكشن تاني. بعدين ترجع بعد ما تسحب الكاسيتر، تبدأ تحطها في المحلول الملح، تسحب شوية، وهكذا عشان تبدأ ان هي تنضفها معاك، والسكريشن كله يبقى في قلب التيوب اللي انت بتجمع فيها السكريشن. كده محاضرتنا انتهت النهاردة. ان شاء الله هنزل لكم المحاضرة دي وهسجل لكم المحاضرة التانية هون، عشان تلحقوا تذاكروا ال4 محاضرات بإذن الله. بالتوفيق لكم يا رب، وما تنساش تصلي على النبي. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.